هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ انا دكتوره نرمين مقبل، دكتوره تغذيه علاجيه، وجايه النهارده اتكلم معاكم في موضوع منتشر جدا جدا مع الحالات. هو موضوع الدهون العاليه، الدهون الثلاثيه العاليه والكوليسترول العالي. يا جماعه، قللوا دهون في الاكل. مش لازم الطبق بتاعك لو بعد ما خلصتي اكل فيه لقيتي ان فيه دهون كده لازقه من الجناب او من تحت، يبقى انتي الدهون دي عاليه. يبقى الدهون دي بدل ما بتلزق في الطبق كده بتلزق كمان في الشريان بتاعك، في الشريان بتاعك. خلوا بالكم يا جماعة في استهلاك الدهون. حاولوا على قد ما تقدروا، خصوصا لمرضى الكوليسترول العالي، استخدموا زيت نباتي، زيت الذرة تمام، زيت عباد الشمس تمام، زيت الزيتون تمام. وحاولوا انكم انتوا تقللوا سمنة، حتى لو هي زبدة، حتى لو هي سمنة بلدي، حاولوا انكم انتوا تقللوها على قد ما تقدر. زي ما قلت لك، امسكي الطبق لقيتي فيه دهون على الجنب فيه، يبقى الدهون دي بتتخزن بنفس الطريقة في الشريان بتاعك. دمتم سالمين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.